اللي حصل انه الطرد ما لهم طبعا لهم علاقه في زي، لكن واضح كان لعيبه الوداد حاولوا يستفزون لعيبه الهلال بشكل، لكنه انا اقول لازم انه اداره الكره تكون في هالجزئيه دائما تنبه اللاعبين لا تتدخل في مباريات زي هذه، مباريات كسر عظم، لا تتدخل في الاستفزازات ولا تستجيب لها لكي عشان ما تخسر فريقك. زي ما انت بدل ما كنت عندك فرصه تستغل فرصه النقص عندهم، رحت عدلت الكفه، والحمد لله نقول فاز، لكن نقول مستقبل. ما في اداري او مدرب يقول اللاعب خلك جبان. اذا قال له خلك جبان، احسن شيء صفت لا الفنادق لا الاداري ولا المدرب. ابو مستحيل. ياسر. مستحيل. شوف يا ابو عبد الرحمن، لا مستحيل الرجل اللي بيدخل معركه يقول الجنود لا تنخرشون. ما هو لا صحيح الكلام هذا يا اخوان. انا ما اتكلم في التداخلات يا ابو لا، الاحتكاكات. انت تقول لا يردون ولا يستفزون. لا، لاعبين الهلال اكيد بالملعب رجال، بزك يعرفون حدودهم، يعرفون نظام كرة القدم. ابو ياسر، انا ما اقول لا تصير قوي في التحاماتك، في الحصول على الكرة من اللاعب الخصم تكون قوي تكون. يعني اللي جاء الخصم خليه يروح يشوت، لا لا تصير أنا قوي. أقصد استفزازات تخليك تتجادل مع، تتماسك بالايدي، تعترض على الحكم حكم زي عاجز كذا. يا اخوي ابراهيم، حكم عاجز ما استطاع شوف انا اخراج انا لاعبين المغرب من خط طيب ال طيب 18. طيب تفرج. طيب يا ابو نواف، اعطني فرصه يا ابو عشر نواف. دقائق انا مغرد ضد الحكم، انه حكم لا يستحق يقود مباريات زي كذا، واستغرب من الفيفا لا تكليف مثل ذا. يستحق، اصبح لا جد يستحق، شوف اصبح ما في داعي. بعد طيب الهدف، بس بعد هدف خلونا نسمع ابو التعادل سامي يا ابو ياسر، اخوان. لحظه بعد هدف لحظه يا ابو التعادل خالد. كانه ارتكب فاول صحيح، جاه الحكم يحتج على الحكم، لحد كاد الحكم يعطيك كرت اصفر. يعني انا ما ادري ليش تحتج على الحكم، ليش؟ طيب وفاول خلاص حقيقي. المفروض لاعبين الهلال ما يكلمون لا لا حكم لا ولا شيء. تحتج، تفضل يا ابو لا سامي. كانك مخطي ومرتكب فاول لا تحتج. ليش تحتج؟ لا، خلوا كل اللاعبين يخطون ويطلعون يحطون طيب خشمه الحكم، بعض بخشمه. الحكام ما يقبل الاحتجاج. لاعبين عالميين، لاعبين عالميين يخطون يسوون فاول كبير ويحط خشمه بخشمه الحكم. تفضل يا ابو سامي. انا ما اتمنى لاعبين الهلال يكونون بالملعب ما لهم اي شخصيه ولا لا. سووا زي ما تسوي كل انديه العالم. العبوا بقوى شيء وقاتلوا على فرصكم، ولا تخافون من اي شيء، لا جمهور ولا حكم ولا لاعبين. العب كره قدم، واذا تقدر تاخذ الكوره وانت تركض على سرعه 120 لا تعصر يا لاعب الهلال. انا لا برر كارت البليهي، ما له ببرر حماقه. انا اعتبرها حماقه من اللاعب انت متكرره. تعتبرها حماقه، انا اعتبرها شجاعه. لا كل ما هي واحد له بشجاعه، وجهه ما هي بشجاعه. نظر. تجي تسوي هذه من وجهه استفزازات. نظرك انت، حتى في وانا مباراه اقول ما الفيحاء، هي حماقه. راح له اللاعب طايح على الارض لا تقول لي يا ابو ويحط فهد، لا اصبعه تقول عند لي ما هي خصمه. شجاعه. لا انت قل لا حماقه. متى ابو زي فهد، الافعال اللي لحظه يا يسوي. ابو فهد، انت قل حماقه ما زي ما منها تبي. افضل لاعب، بس بس انا لما اشوفها بس افضل لما لاعب. اقول انا شجاعه لا تقول لي لا ما هي شجاعه. هذه وجهه نظري انا، احترمها لي بس. وانت قل حماقه زي ما تبي، بس الراي الاخر لازم لا نحترمه. احترمها. انا اقول انت تشوفها شجاعه. شجاعه، انا اشوفها حماقه. يا سلام عليك. تفضل يا ابو سامي. زاد فضلك، صبحكم الله بالخير جميعا. هلا يا شوف، ابو سامي. انا والله بالنسبه لي استغرب من الهلاليين عموما، لانهم حملوا الاتحاد السعودي وحملوا اللجان التقصير مع الهلال. متى هم نفعوا الهلال؟ متى وقفوا مع الهلال؟ احنا نذكرها، لو تبي نسردها يبي لي مساحتين، ما هي مساحه واحده. انا اذكر ايقاف سامي وتخيفي قبل اسيا وجابها الهلال، واذكر الكاتو والجمعان بالنخبه وجابها الهلال، واذكر خالد عزيز. اذكر كثير، لو تبوني اعد عندي ملف كامل. انا ما بغيرك، ما بخيره، ما بكفايه شره. من تاسس الاتحاد السعودي وهو ما عمره دعم الهلال بمشكلات الخارجيه نهائيا. وشفنا بعض الانديه سوت يعني حاجه بسيطه، مشكله بين لاعبين وكذا، انسحب الاتحاد السعودي واللجان وبقوا يقاطعون الدوله كلها. يعني احنا شفناها مع انديه كثير، الا الهلال ما دعم من تأسست الحركة الرياضية نهائيا، اللي أنا لحقت عليها بالذات ما دعموه نهائي. دائم يوقف لعيبته قبل المشاركات، والهلال يكون عن النهائي يسحب لعيبته. كثير من هذه. متى أنا أبي واحد ذكرني يوما ما أنهم ساعدوا الهلال لو بدعم حاجة خفيفة؟ ما في، كلها ضد الهلال.
والهلال هو الابن البار بالمملكة العربية السعودية، هو مشرفها، ولكن لا حياة إلا من تنادي. الحاجة الثانية، لا اللجان ولا الاتحاد ما بيديهم شيء، هم نم ينامون، قم يقعد، أفطر يفطر، غير ما بيديهم حاجة فقط. هذه حتى توثيق البطولات أنا به يجي اليوم قبل بكرة وما عندي مشكلة، خلهم يحطون التصفيات بطولة، أنا ماني صغير. أنا الهلال، هذا الهلال كبير ما يكبر جسمه برقة. الهلال عنده بطولات واضحة وصريحة ومبينة، والباقي اللي بيحط خليه يحط. ومش بالنسبه لي انا ما تفرق، نحط او وش ما حط، يحطون التصفيات يحطون الوديه كلها ما فارقه معي. ولكن الان نحن مع الهلال، والهلال مباراته القادمه مع فلامنجو ما عنده نقص نهائي، والهلال من تاسس ما عمره اشتكى النقص، يا مسحبوا منه 10 لعيبه و7 لعيبه و8 لعيبه وجاب دوري، ما جاب يعني بطوله عابره، جاب دوري. وهذا هو الهلال، والحمد لله والشكر ان نشجع هذا النادي، ويعطيكم الصحه والعافيه. شكرا يا ابو سامي. هلا ابو خالد. هلا والله ابو ياسر. هلا ابو خالد. صباح الخير عليك وعلى جميع الموجودين المتحدثين. هلا والله. هلا والله. يسلم عليك ابراهيم العتيق، ما سمعته. سامحني بس تافهني يا رجال، ما عليك. قلب ازرق، وش يبي غيرها؟ قلب ازرق اعطيتك، ايش تبي غير القلب الازرق؟ يسعد صباحكم جميعا. شوف، على موضوعك الاخير انا اتفق مع ابراهيم جمله وتفصيلا في حديثه عن الحكم، واربع والله فيك يا ابو ياسر انك تستشهد بحكم فاشل. ما اعرفه انا والله، انا حتى اسمه والله ما اعرف، انا لي انه حكم بقول قناه رياضيه وحلل لي لا هو الحالة حكم التحكيمية. فاشل ومحلل افشل من كونه حكم. لذلك انا استغربت انك ما ادري، هذا كان مقرر لجنه الحكام على ما اظن. والله لو ان رئيس لجنه حكام العالم في عهد المهند. وجهه نظرنا فيه ما تختلف نهائيا، حكم دولي ولا حكم ولا هو من اصدر العقوبه على رادوي، هو من عقوبتين في وقت واحد. ايه يعني تاريخه معروف، تاريخه كله اسود، تاريخه التحكيم ما تكلم. وش دخل لجنه الحكام تصدر لا كان في لجنه الانضباط، هو كان في لجنه الانضباط. لكن طالما انك ما تعرفه ما في. لا ما اعرف. لكنه هو تاريخه، انا اعرف القناه، مو شرط اعرف كل اللي ترى يا ابو ياسر هو اللي قبل فتره طلع وقال ان الباطن بيحتج. انا مالي برايي. بس اسمعني اسمعني خليك من الحاله اللي البارحه بفصل فيها. بس انت تذكر تطرقنا في مساحات كل حكم كان يقول ان عنده معلومه من فريق الباطن بيقدم احتجاج على محمد كنو. هذا هو والله يا ابو خالد، وانا عند ربي صادق والله. إيه ما عندي مشكله، هي ادري انك ما عرفت. انا اصلا انت تقول لا كم مباراته دوليه؟ صفر، حكم دولي ومبارياته صفر، ما حكم ولا مباراه دوليه. هو فلسفي يا ابو ياسر، هو فلسفي اكثر من اكثر من انه يكون فعلا محلل تحكيمي شاطر. اعطونا اراء الحكام الثانيين وش قالوا على طرف. لا ما شوف، ما عندنا ما ادري والله. لكن انا بس فقط هو تنويه، لاني استغربت والله انك استشهدت به لا، لان ايضا يقولوا لي سمير عثمان يقول الحكم هذا ما بقى غير يجينا بالاستديو يعطينا كروت. شوف الحكم تكلمنا عنه البارح وقلنا انا بالنسبه لي انا قلت انه اسوأ حكم شاهدت في حياتي. يعني يعني حتى لو بنجيب بن شموره ومطرف القحطاني وعبد الله القحطاني، هو من ضمنهم وربما أسوأ منهم بعد. لكن هو حكم سيء واستغربنا إن كان يدير مباراة في كأس العالم. هذا لا شك فيه يا أبو ياسر. لكن اللقطة كلقطة، لا أنا أروح مع إبراهيم. شوف، هو الخطأ احتسبه على كنو، هو احتسبه على كنو واعطى البطاقة الصفراء. هو احتسب الخطأ في البداية على كويلار ومنح الكرت الأصفر. نبهه الفي ار وقال ان الخطأ على محمد كنو، واللي يستحق الكرت الأصفر هو محمد كنو
لان عنده بطاقه صفراء ثانيه. فمنح يوم رجع للفار كلموا الفار، رجع وتكلم مع الجمهور، حتى لو سمعته رجع وتكلم مع الجمهور. اتوقع انه كان يقول انا مخطئ في القرار في الكرت الاصفر، في منح الكرت الاصفر. يفترض ما راح للفار ولا لا تكلم. اللي لا تكلم هو ما راح تكلم دقيقه. لحظه يا ابو خالد، تكلمت غرفه الفار. لا هو هو اللي تكلم. لا هو اللي يتكلم ابو ياسر، نفس حكم مباراه الاهلي واوكلاند يوم حسب ركله الجزاء. نعم، والدليل حتى صوت كنو تشوف لا طلع إيه ما لا شاف. هو اللي يتكلم، هو اللي يتكلم. وفي مباراه الاهلي واوكلاند يا ابو ياسر بمباراه الاهلي تكلم الحكم الرئيسي. إيه اللي يتكلم هو الحكم الرئيسي. هذه تعليمات الفيفا، اللي يتكلم الحكم الرئيسي. ما هو انا حسبها امبارح غرفه الفار لانه ما لا ما هو غرفه الفار، الحكم نفسه الحكم الرئيسي هو اللي ابو خالد. شوف وقال انا اخطات في القرار، بدال ما امنح كويلار امنح كنو. لذلك هو قال بالرقم بعد رقم 6. انا مع ابو فهد، لو اعطى كرت يعني ما حسب الفاول على كويلار. لا احسبها على كنو. لا انا احسبها على كنو. لذلك انا مع ابو فهد. هو لو ما سحب ابو ياسر، لو ما سحب الكرت من كويلار كان بيكون في مشكله عنده. بس كيف حسب الفاول على كنو وحنا ما شفنا كنو الا بعد ما طاح اللاعب؟ لا دقيقه، هو شارك في الفاول نفس. هو حسب على كويلار. دقيقه بس، هو الحكم حسب على كويلار، بس نبهوا الفيار قالوا ترى في خطا على كنو. يعني رجوع يعني ايه هو هم نبهوا قالوا في يعني على مزاج غرفه الفار، مو على مزاج حكم الملعب. لا هو شوف محمد كنو لو ما عنده كرت اصفر، لان الحكم لو كان قراره صحيح كان قال انا شفت الفاول على اللاعب هذا. لكن لازم اذا في قرار طرد لازم يرجع الفار. انا اسالكم الفاول حسب على كنو؟ لا على كويلار. يا ان الفار هو خطا اول. طيب اسمعوني ينتفي ابو خالد الخطا. اسمعوني هو لو حسب على كويلار كان ما اعطى محمد كنو كرت اصفر. ليش اعطى محمد كنو كرت اصفر؟ دقيقه ابو نواف. كيف؟ لان الفار تدخل فيما لا يعني. لا الفار تدخل في اللي يعني تدخل في ان الخطا على محمد كنو، وان يفترض منح محمد كنو كرت اصفر ثاني بدال كويلار سوى فاول ولا ما يدري عن نية الحكم. انا اسالك عن الحكم يا ابو خالد. قبل الفار، قبل لا اوصل للفار. انا سالت عن الفاول. الحكم انا حكم مباراه بالملعب حسبت فاول على من احسبه على كنو. الحكم حسب على كنو واعطى كويلار على كويلار. حسبها على كويلار. طيب كويلار اخطا فيه مشارك بالخطا. كانه شارك في الخطا في نفس الخطا. ما ننفي، ولكن الخطا الاول مين اللي تسبب؟ كويلار بالدفع. شوف الحكم ما شاف الدعس ما شاف دعس كنو. هو توقع انه دفه من الخلف فقط وما شاف الدعس. بس ثواني. الان في هجمه مثلا على فريق منافس وجاء فيها خطا وبعدها تسجل هدف او صارت مداخله او شيء زي كذا، الخطا الاول اذا انا حسبته ينتفي ما بعده من الاخطاء الثانيه، انا ارجع للخطا الاول. لا ما استانف. طيب دقيقه لو محمد كنو تدخل بشكل عنيف على اللاعب، هل يمنح كرت؟ انا اتكلم على اللعبه اللي لا لو استانف اللعب يا ابو نواف انا معك. لو اللعب استانف قبل يتدخل الفيار ما يلحق كنو شيء. انا على اللعبه اللي وقفت المباراه. اللعبه اللي لا اللعب ما استانف معناته ان القرار باقي. ما دام ما استانف اللعب باقي القرار. على انا اقول الفار كسر لا ما كسر دقيقه بس خليني اوضح نقطه. الفار من حقه ان يتدخل اذا الحكم منح كرت اصفر للاعب هو غير مشارك في اللعبه او اخطا الحكم. مثلا انت دقيقه ابو نواف، انت وابو نواف تلعبون، انا حكم، الخطا اللي ارتكبه ابو نواف وانا اعطيتك كرت اصفر انت يا ابو ياسر، الفار يتدخل ويقول لا انا اول واحد دفيت.
هذا اسمه تغيير هوية طيب اللاعب. هذا اللي أنا هو معك. انا معاك لا 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 يا ابو خالد، لا يا اخوان، انا بفصل بالنقطة هذه. هو ما غير هوية اللاعب بالكرت، هو غير الفاول، غير الفاول كله يا اخوان، من فاول على كويلار الى فاول على كنو. طيب والحكم اصلا سيد الملعب صفر على كويلار. هذا اللي يقصده اي انا. المهم انها لقطه وانتهت. انا بالنسبه لي لا بالعكس، توابعها ما لا انتهت. انتهت. خلنا وش لا ما انتهت، توابعها اليوم احنا نلعب اي وش نقصي. الفائده اليوم نتكلم فيه؟ نبي نعرف من هو المخطئ، ليش طيب دخلت خلينا نقول الفاول. الحكم اخطا. طيب وش الفائده نتكلم فيه يا ابو ياسر؟ لا لازم الهلال يكون له موقف ايضا ايه بعد. موقف، لكن يعني امر سهل. يعني الحكم اخطا ومنح كرت اصفر لمكانه ولا لا طرد المهم لاعب. لا حتى لاعب، ما هو في خطأ يعني هذا. خلاص انتهى، ما عاد يقدر يتراجع الحكم. لا يا اخي يا ابو خالد، احنا مو كل شيء نقول انتهى ما نقدر نعلق عليه. لا في حاجه، في اول شيء ظلم للهلال، وفي لاعب توقف بدون ذنب، وفي كسر لبروتوكول الفار. كذا الحكم، كذا حكم الفار على مزاجه يشتغل. انا اروح مع حكم المباراه، الفاول اللي حسبها حكم المباراه كان على كويلار قدامنا، تاشيره الحكم قد كانه مصفر بلنتي يا رجل وقتها. طيب فجاه وفجاه رجعوا الفاول ابو على ياسر، على كنو. العموم نحقق مساحتكم نحقق تناقش اي شيء، لكن انا بالنسبه لي موضوع يعني خلاص انتهى بالنسبه لي. الحكم لن يتراجع ولن يفيد الهلال ان نناقش موضوع في مباراه انتهت. هذا الكرت يا ابو خالد، كيف؟ هذا الكرت خلى الهلاليين البارح يعلقون كنو بالمشانق. هذا الكرت خلى الهلال يتاذى المباراه الجايه. ما كان كرت طبيعي، لا محمد كان كرت عادي. اللي تعرضنا كنو البارح من بعض الهلاليين للاسف والله ينداله الجبين للامانه. لان محمد كانوا اصلا هو شوف محمد كانوا عنده سوابق. ما لك لا دخل لا لا لا, سوابقه لا انت دخل يا لا دخل يا ابو ياسر. الحين ابو خالد في نترك كل مباراه في المحفل الحكم السوابق ما ضرت يوسف ثنيان يا ابو خالد، السوابق ما ضرت يوسف ثنيان. يا اخي يوسف اذا بنقول سوابق ما ضرت يوسف ثنيان لا السوابق. تقارن يوسف الثنيان بمحمد كنو. لا لاعب بلاعب، ما قارن اسم باسم، بس اقول لك السوابق ما في شيء اسمه السوابق. جزء من تاريخ يوسف الثنيان يشفع له، فما بالك قصد يا ابو ياسر جزء اللاعب كل ما يتكرر. لكن انا محمد اقصد كنو وش قدم؟ اللاعب. انا تسأل محمد كنو وش قدم للفريق الهلال حتى الان؟ لا واقصد القصد انه كل ما ثلاثة اللاعب دوري، قدم ثلاثة دوري، في وقدم مباراة قدم ثلاثة، قدم سنابات، قدم قدم الهدف ثلاثة اللي دوري امس واثنين بوقت هو قدم معها سنابات وجاب لك هدف. انت عايز تشوف سنابات، انا اشوف بطولات. صحيح. كل انت تشوف اللي تبيه يا ابو ياسر، لكن محمد كنو قدم 3 دوري وش حقق فيها؟ وش قدم لي فيها؟ لاعب زي اي لاعب بالفريق. لاعب وشو 2019 كم لعب مباراه علمني في دوري 2020 2021 2022 ايش قدم لي؟ كم لعب مباراه؟ كم لعب دقائق؟ كم دقيقه ابو ياسر؟ جيب لي راح تفاجئك الارقام. فاجئني يلا بارك الله فيك. انا ما راح انا ماني حضرتني الحين، لكن راح تفاجئك لاني انا كنت زيك يا ابو خالد اقول كنو كم لعب مباراه خلال ال3 مواسم مع الهلال. رجعت للارقام انصدمت، لقيته موسم لاعب بالدوري 26 مباراه. كم دقيقه؟ ما هي مشكله الدوري اللي بعده ابو ياسر. ابو ياسر اي لعب 26 مباراه، لكن كم دقيقه؟ ابو ياسر المدرب هو لما ابو ياسر لما كان يدرب الهلال خصوص، كان لاعب اساسي. إيه؟ ابو ياسر عشان كذا احنا نقول لاعب مؤثر. عشان كذا احنا يعني نعاتب كنو بشكل مختلف، ان نقول كلامك في محله. لا كنو لاعب مؤثر ومن أعمدة الفريق، ولاعب يعول عليه الشيء الكثير. فعشان كذا احنا نقول له نحمله الخطأ، انه انت يا كنو مو معقولة 3 مشاركة كاس عالم وتنطرد 3 مرات في 3 مشاركات كاس عالم. طيب اول شيء قبل عن صحة الخطأ اللاعب نفسه، اللاعب نفسه ولا لا،
انا ما ابغى اتكلم عن حتى صحه درجات القرار القادمة يعني. ابو عبد الرحمن، ما ابغى اتكلم عن صحه القرار، بقول الخطا اللي سواه. خلنا من صحة القرار، ما نتكلم عنها، نتكلم عن الخطا اللي نتكلم سواه. عن السلوك، نتكلم عن السلوك فقط ابو ياسر. يعني هو متعمد يدعس على قدم اللاعب؟ اي متعمد واضح يا ابو نواف. يبي يدخل على الكوره بعدين والارداف في اللاعب. وين الكوره؟ وين الكوره؟ وين اللاعب؟ لا لا اللاعب لا متجه يا أبو عبد الرحمن. كانه في ظهر اللاعب ما الوداع، يمديه رايح اللاعب ما يمديه يتفاداه كأنه. رجال سيقانها طوال يا ابو ياسر، سيقانها طوال. اتحدى اي واحد يقدر يقول ان كانه يقدر يتفادى اللاعب، لان كانه منطلق اصلا، كانه كان منطلق واللاعب هو اللي تعثر قدامه. ما نقدر ندخل في نيته يا ابو. نيته تقول متعمد الحين. انا اقول ما ندخل ما ادخل في نيته كذا، لكن طريقه متعمد داس على رجله يا ابو عبد الرحمن. طريقه يا حبيبي يا ابو ياسر، طريقه دخلت على اللاعب واضح، زي تاليسكا. شوف انت اول شيء انت قلت متعمد. انا اقول انا شوف انا ما ادخل في نيته، لكن انا الحركه يا ابو ياسر طريقته في تدخل على اللاعب، داس على طبعا اي واحد لعب كره قدم يقول لك لا ما يقدر يرجع رجله، مستحيل يقدر يرجعها. ما عاد والله هذه مستحيل يقدر يرجع رجله. اتحدى اي واحد يقدر يقول ان كانه يقدر يرجع رجله باللقطه اللي البارح، ما يقدر خلاص. هو خلنا من اللقطه. حلا محمد كانه انه يقدر موقف الهلاليين معه، وانه يثمن هذه المواقف، مواقف الاداره ومواقف الجمهور معه، ويقدم نفسه كما ينبغي بعيد عن الطرد. محمد كانه خلال الموسم هذا ما قدم اي شيء الا غير الطرد تنفيذ ركله الجزاء. وش رايكم فيها؟ يعني جاد في التنفيذ تنفيذ عالمي ما يطبقه الا نيمار العالمي، قيمته 120 مليون. ما ادري والله، انا اشوف ما ادري، احنا ندور حاجات بسيطه ونتعلق فيها. هذا تنفيذ نيمار للكوره. لا التنفيذ ما تنفيذ كل كوره، كثير من اللاعبين صاروا يسوون نفس الطريقه، الارباك الحارس، فهذه التنفيذ. بس لحظه ابو زايد، ترى نعطيك مايك وما يقبل، اطلع من المساحه وارجع. تفضل ابراهيم. التنفيذ ما اعتقد انها في مشكله، وكثير من اللاعبين في الدوريات العالم يسوون نفس الطريقه، الارباك الحارس، فما له علاقه. والهدف منها انه يسجل، وفي الاخير انه سجل ضربه الجزاء ببراعه، وعادل الفريق ورجع الفريق حتى فاز الفريق ان شاء الله. ونقول ان شاء الله المباراه المقبله، احنا نركز على المباراه المقبله ان شاء الله انه يكون. انا اقول ردا على كلام ابو خالد، انا اقول للهلاليين قبل ما كانوا يقدم شيء، اقول للهلاليين لا تدورون القشاش وراء كنو. للامانه كل شيء يسويه اللاعب ننتقده، حتى تنفيذ ضربه الجزاء. مشكله هذه. تفضل يا كابتن عبد العزيز. يا مرحبا. والله انا نفس الكلام تقول ابو ياسر، يعني انا ما هو بيرد على احد، لكن هذا رايي. ابو فيصل باقي ما خلصت. حياك الله. انا اسف هلا ابو فيصل، صباح الخير. هلا والله ذكرنا عنك ان شاء الله. طيب يطول لي ابو ياسر انا اعطاك المايك على طول. لان ابو فيصل كان معاي قبل ما تجي يا ابو خالد وقال رايه، بس الان عنده مداخله على موضوعنا هذا، عشان كذا اعطيته المايك. والله انا كنت في السياره ودخلت منطقه يعني ما فيها ذا، فلذلك انقطعت وما عاد يعني خرجت. عموما انا بتكلم عن شيء مهم يعني، وهذا يعني تراكم خبرات. انا اعتقد القائمين على الفريق هم الاقدر في تشخيص الامور دقيقة جدا، لأنهم متواجدين مع اللاعب في معسكر، في تمرين، قبل المعسكر، بعد المعسكر، يعرفون كل تفاصيله. يعني هم الأقدر. يعني أنا مني أنا كمشاهد ما أعرف أنا كان وش سلوكه ولكن لو مو مفيد أو عنده إشكالية، ما يعني ما قاتلوا على أنه يعيد تسجيله ولا جابوه من أول، فلذلك هم الأقدر.
عملية الكروت يعني المباراة الأخيرة أنا ما أراها أنها تصرف مشين، يعني زي البطولة السابقة كأس العالم اللي هذيك ضرب ما لها داعي. ولكن أحيانا بعض البشر ما هو باللاعبين بس، يعني ما يمسك نفسه في بعض الأوقات لما يكون عليه الضغط زيادة. ليش؟ ممكن حماس ورغبة أن الفريق يكون في أحسن حالاته يفرط. عموما كانه على مستوى عالي مفيد للمنتخب السعودي، والدليل والهلال. احنا اذا انا بقعد ادور الاخطاء على اللاعب وانسى الايجابيات، هذا امر يعني مو مقبول، لانه تراهم بشر وتراهم في داخل الملعب مع الجري ومع الضغط النفسي ومع البحث عن الفوز يكونون ما هو تحت التركيز العالي الذهني، يصيبهم خروج عن النص. والدليل انه ناس تنطرد في كاس عالم في نهائي لانه الضغط زايد عليهم. المدرب يقول لهم خلوكم هادين وخلوكم مركزين وخلوكم، والاداريين، ومع ذلك اثناء الضغط النفسي العالي اللي هو فيه رغبه للانتصار يصيب اللاعب احيانا فرط في الحركه او يعني حماس زايد وفيطلع من الخط. هنا انا ما اقيمه انه هذا سلوك دائم، الا اذا تكررت، يعني مثل بعض اللاعبين القدامى يعني اللي كل مباراه يدخل تهور من بعيد ينبرش على اللاعب. هذا يا اخي هو بشر، يبقى بشر، لا تضره، يعني لا توصل لهالمرحله. لكن الان الناس لا، صارت تراعي الخصم حتى ما ودها انه ينصاب وينكسر. فانا ارى انه كانه يعني ممكن احيانا ينفع. ابو فيصل صباح الخير ابو فيصل. هلا والله. احنا ما نتكلم عن الاحتكاكات اللي في اثناء اللعبه، وهذه ما نتكلم عنها حتى لو اللاعب اخذ كرت احمر عليه. احنا نتكلم عن الكروت اللي تجي، انا اعتبرها كروت مجانيه، يعني يترتب عليها كرت ثاني وطرد، او يترتب عليها كرت اصفر ثاني في المباراه اللي بعدها ويتوقف اللاعب. هذا اللي اتكلم عنه. حلو. إيه انا اتكلم عن كانه يعني وانه يعني ما يصلح او انه عنده اشكاليه. لا، هو حماس زايد من دافعيه عنده، احيانا يفرط الحماس ويفرط الرغبه في الانتصار، يتصرف بدون يعني تلقائيا كذا، رده الفعل عنده ما تكون جيده. فهذه تحصل عند كثير من اللاعبين، يعني حتى لاعبين على مستوى عالي جدا احيانا يتصرف تصرف غير طبيعي حتى لو كان هادي، في لحظة ما تلقاه يطلع خارج الموضوع. فلذلك أنا متأكد من شيء عشان ما أطول، أنا متأكد أن لو عنده خلل كنو أكيد أنه لا مدرب ولا الجهاز الإداري ولا السنين الماضية ولا المنتخب أنهم بيبقونه، ولكن هم يرون أن هذا شيء طبيعي يحصل عند اللاعب، ومثلها مثل لاعبين كثير يعني. فأنا سام. نعم تفضل كابتن كمل. إيه بس حبيت اقول هذه من خلال تجربه، والله ما يعني هي مشكلتي اني ترى ماني انا ارد على احد، لكن انا اعطيه معلومه من خلال تجربه. في كثير من الناس يعني حتى ترى اللي مو هو بلاعب احيانا تلقاه لما يصير مجادله تلقاه ما هو متمسك باعصابه، من يسب ويلعن. طيب يا اخي ما له داعي السب، يا اخي ناقش وتحمس معليش. ترى البشر مختلفين، في منه يفرط ولا يقدر يتمسك باعصابه، وفي منه اللي هادي عنده قدره انه يقنعك ولا ينفعل. هذا البشر هي كذا بس. هو صحيح ابو فيصل. انت يعني انا اتفق معك جمله وتفصيلا. انت تكلمت نقطه التكرار ما التكرار، فاحنا قلنا هذه المشكله، نقول تكررت من كنو يعني. فلذلك يعني احنا يعني من خلال يعني حتى المساحه، فبالتاكيد يعني وانا متاكد 1,000,000% انه اللاعبين يدخلون المساحات ويسمعون وكذا. فلما يسمع حتى يعني ما يدور حوارنا حول هالنقطة، ترى بتكون ذات يعني نقطة إيجابية، أنها توصل للاعب معلومة أنه ترى أنت يعني الناس زعلانة عليك، الجماهير زعلانة عليك، الإعلام زعلان عليك من تكرار أنك أنت في مشاركة مونديالية 3 مرات تنطرد بهالشكل. فهذه إن شاء الله نحن نقول لك أنه كلامك واقعي يعني ومنطقي جدا. الفريق نعم عنده يقول له ثالث مرة تنطرد بكأس العالم ما راح يستقبل منا كادر. لا عاد هو يسمع ما يسمع هذا شأنه هو. شوف أنا لأنه يتضرر في الأخير. أبو عبد الرحمن شوف أنا شخصيا هنا بالمساحة لو تعد لي أخطائي ما راح أقبل منك. إذا كل يوم تقول لي
والله اليوم الفلاني انت قلت كذا واليوم هي ما هي مسألة انك جالس لي على خطأ، كل ما زاد تزود الرقم. انا انصحك بطريقة حلوة، ما اروح اعلق لك مساحات. البارح فتحت على اسم كنو، مساحات فتحت البارح على اسم كنو. ولا لا هذا واللاعب اللي خرج ندمان هذه اللي يبكي يدورون من الشو هذول يبكي من الم اللي الخروج من نعم. المباراة. يعني هو ندمان احنا على يعني خروج من الحركة المباراة، اللي وش صارت خروج من والضرب. المباراة؟ احنا فايزين البارح، فايزين مساحة كل البارح. يوم ما هي عن كنو بالحالة، احنا نتكلم بشكل عام عن لا الأخطاء لا وتكرار. انا ليش موضوع كنو، انا ليش لكن موضوع اللي كنو. اي يفتح لا، موضوع مساحة كنو كاملة شوف انا كنو اشوف هذا الهلاليين يروح صراحه الشو. سلوا سهامهم على كنو البارح. مساحات كان عنوانها كريري وكنو. وانا والله ما ادري وش سوى كريري البارح. تبغون يسكت 60,000 متفرج يعني يقول لهم لا تشجعون ضد الهلال؟ تفضل يا ابو. المشكلة اللي يخسرون طيب هذول مشكلتهم. طيب انا مساحات كثير عندي تحفظ عليها وعلى اللي يطلعون فيها اصلا للامانه. تفضل يا سلطان الحارث يا ابو خالد، معليش. ابو ياسر، بس شوف نقطة مهمة جدا. انا بالنسبة لي اشوف ان اللاعب محمد كنو لاعب موهوب في مركز المحور المتقدم، لاعب موهوب جدا ويملك امكانيات عالية جدا. وسبق وقلتها اكثر من مرة، سعدني خبر التجديد معه. يعني لاعب بالقيمة هذه انت تسعد اذا جدد مع الفريق. لكن اللي قدم في الفترة الأخيرة أنا والله مع النقد. معك انا بكلامك الفني، انا معك 100%. انا والله ما امدح لاعب ولا اسب لاعب بمستواه يا ابو خالد. انا هذا قصدي ما نجلس على الدقه اللاعبين، لا انا فقط لغير ولا جلس بالمستوى. على بالمستوى كل واحد حر أبو ياسر. بنفس أبو ياسر المستوى. شوف، هذول ناس متصيدين، وأنا والله ما أدري من تقصد، لكن في أكيد إن في ناس متصيدة. أنا أعرف فيه مساحة 24 ساعة فاتحة على فهد الفرج وسعود كريري، وفي الفترة الأخيرة على فهد بن نافل. ما هو معقول في ناس يتصيدون. لكن نتكلم عن عن الغالبية لا، يقفون مع الحق ان شاء الله، نقول ان شاء الله. لكن انا بالنسبه لي انا اشوف انه لاعب موهوب، لكنه ما قدم مستويات جيده خلال الفتره الاخيره. انا بروح الموضوع ياسر المسحل في نقطه بس جزئيه. ياسر المسحل يقول انا والله على المستوى الشخصي احترمه وقدره، ومن احب الشخصيات اللي عندي. لكن يقول وش نوعيه الدعم اللي ممكن اقدمه لفريق الهلال؟ هنا سكت وليد الفراج. نوعية الدعم المباركة، نوعية الدعم تأجيل السوبر، نوعية الدعم تأجيل أو فتح خط مع رابطة المحترفين لتأجيل مباراة الرايد اللي كانت في الجولة 15 وقدمت وضغط فريق الهلال بناء عليها. كل هذه فريق الهلال كان يستحق وقفة جادة من اتحاد الكرة ومن رابطة دوري المحترفين ومن وزارة الرياضة. أنا ما ودي أكرر كلامي اللي البارح قلته يا أبو ياسر، لكن أنا أقول على الجانب هذا اتحاد الكرة كان مطالب، هو ما قدم شيء، هو إلى أمس ما قدم أي شيء. طيب لكن السؤال ابو خالد، انا بقطعك في هالنقطه بالذات واسف على المقاطعه واسف اني اخذت الكلام بدون اذن ابو ياسر. في هالنقطه بالذات انت ذكرت الرائد، السوبر، تقديم كذا. السؤال، هل تقدم نادي الهلال بطلب للاتحاد والاتحاد لم يتجاوب؟ هنا سؤال مهم، سواء السوبر او مباراه الرائد. وهذا انا طلبت فيه اداره الهلال قبل فتره استاذ خالد، وفي مساحه حسين ايضا، وقلت هل اداره الهلال هي طالبت ولا ما طالبت؟ المشكله، تدري وش المشكله يا خالد؟ كذا انت حورت السؤال يا خالد السبع الى اداره الهلال، وهذا خطا كبير. لا ما حورت، احنا ما لا نسأل. لا ما حورت. احنا لحظه يا ابو سيدي ياسر، لحظه ابو ياسر ما يا اخوان، حورت. لحظه. لا معليش خلنا طيب نوضح. لحظه، لا حورت لا ما السؤال. لحظه حورته، كيف حورته؟ لا احنا يا ابن الحلال. لحظه يا ابو عبد العزيز، بس خلوني اقول الكلمه اللي عندي. انتم دائما طيب بس اقولها واطلع من طيب الحديث. انا بس بقول حورت الحديث انت الى نادي الهلال. احنا هنا نتكلم عن ماذا قدم اتحاد الكره وما هي السبل اللي يدعم فيها الهلال. ممتاز. الهلال طلب، لحظه يا ابو خالد، يا ابو عبد العزيز، الهلال طلب
الهلال ما طلب، انت وش واجباتك كاتحاد تجاه ممثل الوطن؟ جميل. هذا انا السؤال، اتفق، هذا يقصد انا اتفق في الكثير طيب من النقاط. انا لما قال ابو خالد استاذ اي سلطان، بس ما ترجعني للهلال يا ابو عبد لا العزيز، لا ولا دخل لا، في الهلال فرق ترى يا ابو ياسر. ناقشناه انا كان قد يكون، معلش ابو ابو عبد ياسر، العزيز بعد ترحيب فيك، في شواهد. الهلال طلب مع فريق اخر انه يتقدم موعد مباراه، والهلال موافق، والفريق الاخر موافق مع هذا الاتحاد، والاتحاد رفض. لا لا، هذه الان قبل المشاركه ابو نواف. لا لا لا، لا الموسم لا، انا نفس اتكلم اليوم معلش ابو نواف. ابو عبد اليوم هو نفس امس، في ابو نواف شواهد لا عن لا هذا لا، في الاتحاد. فرق. دقيقه. بس هو اوضح وجهه نظري وبخليك تكمل استاذ سلطان. انا لما اجي واقول يا اتحاد الكوره انت سويت 1 2 3 4، قد تكون وجهه نظر اداره الهلال انه لا، خليني العب السوبر، انا عندي ضغط اسيا، انا عندي كذا، خليني العب ما مباراه سالنا قد. لكن السؤال هذا. متى انا اوجه اللوم وفعلا نقد غير يعني انت محدود، سؤال لما لا فعلا تعطيني محاضره يا خالد السبع، لا تعطيني لحظه يا خالد. سؤال، انت ما تبي تلوم الاتحاد؟ انت ما انت شايف لوم على الاتحاد؟ انا الوم الاتحاد في النقطتين اللي ذكرها ابو خالد، اللي هي السوبر والرائع، الوم الاتحاد 100% في حاله طلب الهلال ورفض، غير كذا ما الوم. كيف تلوم ابو ياسر مع كلمه ابو ياسر كيف توافق على كلمه سلطان وهو يقول لازم ياجلون السوبر، وبعدين تقول لازم الهلال يطلب؟ ما ادري كيف. تفضل يا ابو خالد. ابو عبد العزيز، انت وابو ياسر، شوف. ابو عبد العزيز، انا اتفق معك في. انا ما ادري وش اللي هل الهلال طلب ولا لا، لذلك انا انتقدتم قبل فتره وقلت ان فريق الهلال او اداره النادي او نادي الهلال يعيش في عزله عن الجمهور، في تباعد بين الاداره والجمهور. وسبق وقلت يعني يوم كانوا الهلاليين وبعض الاعلاميين يطالبون بتاجيل السوبر، كنت اقول هل اداره نادي الهلال تقدمت بطلب التأجيل ولا لا؟ كان أبو ياسر يقول لا، يبدو أنهم موافقين. فقلت إذن ما للجمهور ولا للإعلام حق في أنه يطالب بتأجيل مباراة أو مباريات لم يطالب فيها نادي الهلال. لكن واضح بالنسبة لي أنا بعد خسارة الهلال والسفر اليوم الثاني اتضح لي أن الهلال ما كان موافق على السوبر نهائيا. يعني انت كان بامكانك تاخذ 2 3 ايام بعد يا ابو خالد هل يعني انت بتقدم لحظه بس بسالك السؤال هذا عشان تكمل كلامك. هل انت بتقدم دعم لي ولا انت بتستناني انا اطلب لا الدعم؟ يمكن ابو ياسر، ممكن الجدولة صالحه لفريق الهلال، كيف انا اجل له؟ لذلك هو يفترض ان الاداره انها تطلب. لكن انا بناء على قراءه ما هي معلومه كقراءه ان فريق الهلال سافر اليوم الثاني من المباراه او مباراه الفيحاء في دور الأربعة من كاس السوبر، ان فريق الهلال غير راضي عن اقامه كاس السوبر. ايضا لا يمكن اداره تقبل ان تلعب كاس السوبر قبل اقامه كاس العالم ب5 ايام. كاس السوبر هذا ممكن تقابل فيه فريقين منافسين، يا فريق النصر يا فريق الاتحاد، فهو ما هو معقول ان اداره نادي الهلال انها راح توافق على المباراه. ايضا مباراه الرائد ضغطت فريق الهلال، يعني فريق الهلال لعب في يمكن 7 ايام 3 مباريات، وهذا ضغط كبير جدا. انا ما اتخيل ان الاداره انها وافقت عليه. لكن هل طلبت ما طلبت الله العالم. لكن أنا أقول كان يفترض على الاتحاد أن يبادر في تأجيل السوبر. يعني أنت أقريت السوبر بعد أتوقع بعد معرفة. والله يا ابو خالد اذكر انا ان الاتحاد السعودي بامينه العام بملفاته باوراقه بجداوله كله انتقل من الرياض الى قصر منصور البلوي بجده عشان يحط الجدول اللي يناسب نادي الاتحاد في ذاك العام. ما اتوقع ان منصور البلوي طلب، اتوقع ان الاتحاد هو اللي بادر. هنا يا الدعم. اما لما اطلب انا ما أبو يعتبر ياسر، ما دعم. بدنا هل كان العمل هذا احترافي اللي أنت تقوله؟ ايه اذا دعم لممثل الوطن غير نعم احترافي، يروح احترافي. يسوي الجدول في قصر رئيس النادي.
تدري ان أنا هذا طريقة إيه يعني تنفيذه، لا يمكن. طريقة تنفيذه. خلني من طريقة تنفيذه، أنا أتكلم على هل هو إيه صحيح ولا لا انا الدعم. غير انا ابو ياسر، انا البارح تكلمت معك وقلت اتمنى ان اللي حدث لفريق الهلال ما يحدث لاي ممثل للوطن في القادم للمسابقات نهائيا. انا بالعكس، انا البارح وش قلت؟ انا البارح طلبت الوزير يعني انتقدت الوزير وانتقدت الوزاره وانتقدت اتحاد الكره وانتقدت ياسر المسحل، ما خليت عليهم البارح شيء في مساحتك وفي مساحه العطاوي بعد. ما عندي مشكله في النقد، يعني حتى بعض الاخوان كان ينتقد اتحاد الكره فقط. لا، انا تجاوزت اتحاد الكره ورحت طالب وزاره الرياضه انها قصرت مع فريق الهلال، وان الوزير الشغوف اللي حنا دايم نشيد فيه ونشيد في عمله، لا في الفتره هذه قصر مع فريق الهلال هو ووزارته واتحاد الكره برئاسه الاستاذ ياسر المسحل. لكن انا اقول كان بامكانهم انهم يعملون شيء كثير لفريق الهلال، من ضمنها الامور اللي انا قلتها. ايضا كان بالامكان انهم يسيرون رحلات من الرياض او من الدمام او من جده او من اي موقع لدعم فريق الهلال. كان بامكانهم انهم يسيرون طائرتين 3 طائرات. حنا شاهدنا الدعم الكبير جدا للمنتخب السعودي في كاس العالم للمنتخبات، لكن فريق الهلال ايضا يمثل الوطن في كاس العالم للانديه ولم نشاهد له اي دعم نهائيا. ذهب وحيدا. اليوم راح الاستاذ ياسر المسحل يقول راح اتواجد يوم الثلاثاء. انا اقول وجودك يا استاذ ياسر لا معنى له، مع احترامي له، ترى صديق وعزيز جدا علي، والله اني احترمه واحترم شخصه، لكن فريق الهلال كان يحتاج منكم وقفه جاده غير الخذلان اللي انتم ارتكبتوه بحق فريق الهلال. نعم، ولا العرس كل يرقص به. مباراة الخليج يا ابو ياسر لو الهلال ما فاز امس ما تاجلت. نعم، كانت ب 11 كانوا يقولوا لي لا، كنت اقول لهم في مباراة يوم 11 كانوا يقولوا لي لا. ايه كان يرجع من هناك ويلعب وبعدين يروح للدوحة. هذه مشكلة، ضغط زيادة بعد. الحمد لله الهلال اخذ فترة بيده. تفضل يا دكتور.